الأهلي أبدع وأمتع في الشوط الثاني. الأهلي اللي النهارده كان لما يلعب أول لقاءاته في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا واجهت ميدياما الغاني في أول اللقاءات على استاد الأهلي والسلام. في أول اللقاءات في مباراة الذهاب الأهلي كان غايب تماما من الشوط الأول. المباراة انتهت 3-0 لصالح النادي الأهلي وضياع عدد كبير من الأهداف. مبروك للنادي الأهلي، متصدر هو وشباب بوليسداد. كل واحد يمتلك 3 نقاط وسجل 3 أهداف. فالأهلي وشباب بوليسداد الجزائري كل واحد يمتلك 3 نقاط 3 نقاط وسجل 3 أهداف. النهارده أهداف الأهلي كانت عن طريق تسديدة. الهدف الأول عن طريق تسديدة من إمام عاشور اللي هو متألق في الفترة الأخيرة رغم استبعاده من المنتخب. تسديدة خبطت في الحارس، صد الحارس، راح محمود كهربا سجلها الهدف برأسية. يبقى تسديدة استرجاها محمود كهربا ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 61 من الشوط الثاني. الهدف الثاني عن طريق حسين الشحات، عرضية لعبها محمود كهربا تصرف فيها بشكل خاطئ لحسين الشحات ينجح في تسجيل الهدف الثاني. بعد ما جاءت له الهدف الثالث عن طريق هجمة مرتدة من محمد مجدي قفشة اللي نزل بديل في الشوط الثاني. عمل عرضية لصلاح محسن اللي نزل في آخر 10 دقايق يسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي والثلاثية نظيفة للنادي الأهلي. والهدف اللي سجله صلاح محسن يديه ثقة، لأن الفترة الأخيرة مهاجمين النادي الأهلي أو رأس الحرب عامة مفيش ثقة في المهاجمين، لأن هما كان غاب عنهم محاسة التهديف والتسجيل. الشوط الأول يتلخص إن النادي الأهلي كان عمال يضيع في بعض الفرص وما كانش فيه توفيق من كل اللاعيبة، وكان يغيب الأسلوب الجماعي في لعبة النادي الأهلي. الأسلوب الجماعي كان غايب، ولكن النهاردة ثلاثية نظيفة ينجح في فوز النادي الأهلي. فوز 3-0 في أول لقاء عشان يتعادل مع نادي شباب بلوزداد. كل واحد يمتلك 3 نقاط. شوط المباراة ابتدت بضغط النادي الأهلي كالعادة. الشوط الأول ضياع الفرص والرعونة الشديدة اللي كانت من لعيبة النادي الأهلي وعدم اللعب الأسلوب الجماعي. يعني النادي الأهلي الشوط الأول كان يغيب الأسلوب الأداء الفردي كان مسيطر على اللقاء، لأن اللاعيبة ما كانتش شرسة على المرمى. وبالمناسبة فريق ميدياما الغاني فريق كويس، فريق حديث الصعود لسه ناشئ جديد، عمل مباراة قوية قصاد النادي الأهلي، حمل اللقب وبطل أفريقيا. والنادي الأهلي في وسط جماهيره وعلى ملعبه في استاد الأهلي والسلام. فكان طبيعي أن المباراة تخلص بهذه النتيجة، ولكن ما كانش طبيعي إن لعبة النادي الأهلي كان أسلوبها فردي في الشوط الأول، وكان في رعونة شديدة من اللاعيبة، وما كانش في الأسلوب الفردي، كان متغلب على الأسلوب الجماعي. والنهارده كان في بعض اللعيبة مش في حالتها زي عبد المنعم. النهارده عبد المنعم ما كانش في حالته ولا البدنية ولا الفنية، عشان خاطر في كام كورة كده جات على الشناوي، ورغم ان الفرقة ضعيفة الشناوي قدر يتصدى كذا كورة. في الشوط الأول تصدى لواحدة خطيرة، وعلى الرغم من كده الفرقة قدمت أداء جيد وتستحق عليه الإشادة. الشوط الأول ينتهي بعنوان رعونة ولاعيبة النادي الأهلي وعدم الأسلوب الجماعي، واللاعيبة ما كانت متشتت وتضيع الفرص بشتى الطرق.
الشوط الثاني مع بداية الشوط الثاني اللعيبة كانت يعني ابتدت من أول الدقيقة من بداية الشوط الثاني. اللعيبة كانت ما تلعب كويس، وكانت يعني مع بداية التغييرات، تغيير الفرق وتغيير قفشة اللي صح الجانب الهجومي، وتغيير اللي غيرها بيرستاو وقفشة عملوا تنشيط في الجانب الهجومي. ولكن اللعيبة كلها في الشوط الثاني يعني كانت أدائها جماعي وكويس. بس اللي أنا لاحظته في الشوط الأول إن ما كانش فيه شراسة عندهم بالجانب المطلوب أو بالقوة المطلوبة. ولكن الشوط الثاني قدرت لعيبة النادي الأهلي وبخبراتها الممتازة إن هي تقدر تلعب بأسلوب جماعي وبأسلوب قوي وبخبراتها. وإن في بعض اللاعبين كانوا في حالتهم الفنية. إمام عاشور يعني حاول الشوط الأول وحاول الشوط الثاني، وكان متسبب في الهدف الأول اللي أحرزه محمود كهربا عن طريق التسديدة بتاعته. ولكن محمود كهربا ضربها برأسية في الهدف الأول للنادي الأهلي. الهدف الأول للنادي الأهلي تأخر، ولكن هو متأخر، ولكن لما أحرز النادي الأهلي الهدف الأول يعني الفريق بتاع ميديام الغاني يعني كان بنسبة 80% خارج المباراة بعد إحراز الهدف الثاني عن طريق حسين الشحات. يعني ميديام الغاني خارج اللقاء بنسبة 100%. والهدف الثالث ده كان يدي ثقة لصلاح محسن إن هو الفترة الأخيرة كان ما ينزل، ولكن ما كانش ما يعمل أي حاجة، ما كانش ما يبقى شارس على الجون، ولكن